السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو هذا. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد، وصفه جديده. اليوم غادي نحضر معكم ستيك ديال اللحم وديال لادانت بلا صوص ديال الشامبينيون، كيجي رائع ولذيذ. هادشي اللي كيصلح في هذه الحراره هذه. بالنسبه للناس اللي ما كيبغيوش ياكلوا المرقه وحتى بالنسبه للناس كيديروا الريجيم، هذا الطبق راه بسم الله على بركه الله. غادي نبداو مع تحضير هذا الستيك هذا. هنا عندي ستيك ديال اللحم وهذا ستيك ديال اللادان، لان كل واحد هنا عندي في الدار شنو كياكل. درت زيتي واحد شويه حيت غادي غير نشحرهم، ماشي غادي نقليهم، ما عادش نكثر الزيت، درت غير واحد شويه راكم عارفين باش ما يسقليش في المقله وصافي. صافي كما قلت لكم غادي نشحر هذا الستيك هذا، ندير شويه نقصوا ليه البوطه باش يطيب على خاطره وما يلصقش. صافي غادي نستمر بحال هكا حتى يطيب عندي الستيك. ودابا غادي ندير واحد شويه ديال الملحه وواحد شويه ديال البزار باش يجينا داك اللحم يجي زوين ويجي لذيذ. صافي غادي نقصلو البوطه ونخليه يطيب على خاطرو باش يطلق داك المريقه. هاد المريقه هي اللي غادي نصايب بها لاصوص اللي غادي نرافقها مع اللحم هذا او الستيك. وصافي في نفس المقله هانتوما كتشوفوا داك الليدام اللي نزل من داك اللحيمه، هو هذا. غادي ندير واحد بصيله غير صغيره شلتها، غادي نشحرها بهذيك المريقه ديال اللحم. صافي غادي نخليها تشحر. غندير لها حتى هي شويه ديال البزار هكا باش تجيني السما تجي زوينه. صافي الملحه ما غاديش ندير حيت ديجا راه كانت في ديك لاصوص مليحه. صافي ونخليها تشحر على خاطرها حتى تطيح ديك البصله وتولي عندي محمره. صافي بعد ما تحمرات عندي البصله هنا درت واحد شويه ديال الزبده، غير واحد شويه القياس اللي بغيتو. صافي غير باش كتجيني ديك البصيله لذيذه وكتجي حتى هاد لاصوص كتجي زوينه. عندي هنايا شامبينيون، مهم شامبينيون ديروا اللي بغيتو نتوما استعملوه. انا استعملت هاد الشكل هذا ديال البواطات، الا بغيتو ديروه طري ديروه. صافي غادي نشحرو بحال هكا مع هاد البصيله هادي. وغادي ندير لا كريم فريش ديال الطياب، استعملت هاد النوع هذا. صافي وكنحركها نخليها تطبخ حتى تختار عندي ديك لا كريم هادي. راه ما درت فيها لا مايزينا لا طحين، غير هكا راها كتختر وكتجي رائعه. صافي بحال هكا كتكون عندي لاصوص جاهزه. هانتوما ما درت لها لا طحين لا مايزينا، راه غير داك لا كريم كتخترها كتجي رائعه. بالنسبه اللي ما كيبغوش البصله، الا ما بغيتوش ديروا البصله ما ديروهاش، ديروا غير الشامبينيون في ديك المريقه ديال اللحم اولا ديال ستيك. صافي شحروه في ديك لاصوص اللي كانت في المقله وخويو عليه لا كريم فريش، راه كيجي رائع. بالنسبه اللي ما كيبغيش البصله، اما البصله راه كتعطيها واحد المذاق رائع. صافي دابا غادي نطفي عليها. وهذا هو الستيك ديالي كيجي على هذا الشكل هذا.
كنرافقوه بهاد لاصوص بلونش ديال الشامبينيون، كتجي رائعه. وهكا رافقته مع خضره مبخره، هذا القوق والجلبانه واللوبيا، ودرت معاه هذا الروز هذا كيجي حتى هو رائع. اللهم اديمها نعمه واحفظها من الزوال. كيف ما كتشوفوا معايا هذا ديال اللحم وهذا ديال اللادان، حتى هو غادي ندير ليه لاصوص. هاد لاصوص كتجي رائعه، كتعطي واحد المذاق لهاد الستيك هذا مع هاد الشامبينيون. وصافي كيف ما قلت لكم حضرت ستيك ديالي ورافقته بالخضره مبخره، ورافقته بهاد البطاطا هادي. دابا نحط لكم الفيديو ديالها، كتجي رائعه مع هاد لاصوص. كنتمنى هاد الفيديو هذا ينال الاعجاب ديالكم. هادي لاصوص ديال الشامبينيون. وهنا كنكون وصلت لنهايه الفيديو. كنتمنى هذا الفيديو هذا يكون نال الاعجاب ديالكم، وهاد الوصفه تعجبكم حتى نتوما تحضروها في البيوت ديالكم. ما تنسونيش باللايك وبالاشتراك وبالبارطاج، اللي باقي ما اشترك معايا يشترك معايا في هذه القناه باش هكا تطلع ونزيد نعطي اكثر واكثر. تعاليقكم زوينه ما كنساهاش، وما كنساش الكلام الزوين اللي كتقولوه في حقي، لهلا يخطيكم. وشكرا بزاف. كنقول للناس اللي تزادوا عندي في القناه، كنقول لهم مرحبا بكم ومرحبا حتى بالناس القدام. كنتمنى نكون دائما عند حسن الظن ديالكم، ونكون خفيفه ظريفه على قلوبكم. وصفاتي يعجبوكم، فيديوهاتي يعجبوكم. الى اللقاء فيديو جديد ان شاء الله. ولا بغيتوا يوصلكم الجديد دقوا الجرس هكا باش كل ما نحط شي فيديو يطلع عندكم. السلام عليكم، الى اللقاء.